قاعدة حلوة على النيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل قهوة مع حضراتكم كده واحدة واحدة. بسم الله. نحط السكر بتاعنا. عايز اقول لحضراتكم احنا قاعدين دلوقتي بنصطاد على البحر ده، النيل فرع رشيد كفر الزيات. ناخد البن بتاعنا. تمام. معلش بقى يا جماعه، انا اللي بصور نفسي وانا بعمل القهوه، فعلشان كده انا مش شايف الشمس ضاربه فيا. تمام. نزود شويه سكر، نقلب القهوه. في بقى عايز اقول لحضراتكم على حاجه، في اختراع كده اسمه التوتو، اللي هو ده سبيرتو، وبيتولع كده في البتاع ده. يعني ممكن حد يعمله على ايديه لو حد حابب يعمل ايه القهوه بتاعته في اماكن خارجيه. لو حد، وحاجه سهله جدا، ما بتتكلفش اي حاجه. كل الموضوع زي ما حضراتكم شايفين كده، العلبه دي وسلكين كده بنعملهم، وبعدين نحط فيهم السبيرتو علشان يولع لنا النار اللي انتم شايفينها دي. تمام. ونغلي عليها اي حاجه، اي ميه، نعمل شاي، ممكن نطبخ عليها كمان لو عايزين، يعني ممكن نعمل على القهوه. طبعا احنا بنقلب القهوه دلوقتي. هنوريكم المنظر الجميل ده، منظر النيل. تمام. حاجه زي الفل يعني. طبعا في واحد قاعد بيصطاد هناك اهو. زي ما انتم شايفين كده، القهوه بدات تطلع معانا اهيت. بنقلب القهوه علشان بس ايه، نظبطها، نعمل فنجان قهوه كويس كده، حاجه تظبط معانا. عايز اقول لحضراتكم يا جماعه ان البن يعني مزاج، يعني القعده ما تحلاش غير بشويه قهوه كده حلوين، علشان المزاج يحلو معانا والقعده جميله زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا بنقول للناس كلها اطلع، اخرج بره، اقعد وشوف الدنيا، واخرج وابعد عن الزحمه، واقعد قعده حلوه زي دي. النيل ماشي في كل مصر، واخد مصر من اولها لاخرها، والاماكن الساحليه. اطلع اقعد على البحر، واطلع اصطاد، اطلع اقعد اعمل كوبايه قهوه زي دي كده على البحر، على النيل. يعني ظبط نفسك، ما تقعدش في الزحمه وتقفل نفسك. شايفين القهوه وجمالها يا جماعه؟ يلا بقى نصب القهوه علشان نشرب بقى فنجان القهوه بتاعنا. ننزل نوريكم المنظر من تحت دلوقتي. وده المنظر هنا اهوت. البحر زي ما انتم شايفين كده، النيل. والكوبري اللي هناك ده، الكوبري ده اللي هو طريق مصر اسكندريه الزراعي، اللي بيعدي من كفر الزيات. وده البحر اهوت زي ما انتم شايفين. عشان انا بصراحه مش شايف حاجه، الشمس ضاربه في عينيا، مش شايف اي حاجه بصراحه. منظر بصراحه خرافه، مع شويه القهوه بقى ايه يظبطوا الدنيا. عايز اقول لكم دمتم بصحه وسعاده. ربنا يوفق الجميع ويصلح حال الجميع يا رب ان شاء الله. ما تنسوناش بقى تعملوا لنا لايك للفيديو كده، وتظبطوا الكلام علشان نستمر معاكم ان شاء الله ونساعدكم، ويا رب نكون عند حسن ظنكم.